السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا فيه على اكبر ديبو ديال الثوب في مدينه مراكش. وملي كنقول لكم اكبر ديبو ديال الثوب في مدينه مراكش ففعلا ديبو ما شاء الله قدايا شنو هويا، وديبو اللي كتلقاو فيه واحد لي كونتيتي كثيرين ديال التواب. وملي كنقولوا كونتيتي كثيره ديال التواب فهنا كنقولوا الوان بالديغراديات ديالهم، الالوان اللي تبغيو، وكذلك حتى التواب اللي يجوكم على بالكم، من الفوطه، من لولان، من الساتان، من الجين، من الفوت جين، الكاشمير، كاع التواب اللي تبغيوهم تلقاوهم في المحل هذا، سواء ديال الشتاء ديال الصيف، اللي بغى يدير الريدويه، تواب كذلك ديال ليزور ديال الكاشمير. هنا ما يمكن نقول لكم الا تلقاو اي حاجه بغيتوها واي حاجه عشقتوها، يعني اي توب يجيك على بالك تقدر تلقاه في المحل هذا. محل اللي هو كبير وغني على التعريف في مدينه مراكش، والاهم في هذا الشيء كامل هو الثمن. فصدقوني ان الثمنات اللي كاينين في المحل، يعني اي توب حطيتي عليه يديك، كاينين ثمنات اللي هي واحد الثمنات اللي هي خياليه، واللي كتبدا ابتداء من 20 درهم في حدود 60 درهم. فوق من 60 درهم ما تلقاش اكثر من هذا الثمن ديال 60 درهم، يعني واحد الاثمنه اللي هي خياليه جدا، يعني ابتداء من 20 حتى ل 60 درهم. واتويبه اللي صراحه شي حاجه اللي هي زوينه. والاكثر من هذا هو انه كيكونوا عندهم حتى الطروفه او لي شوت ديال التوب اللي كيكونوا فواحد التواب اللي كيكونوا صراحه زوينين بزاف. خصوصا هذه بين قوسين بغيت نشاركها معكم بالنسبه للناس اللي عندهم بنيات صغارين وكيبغيو لهم هكذا قفيطنات ولا تكيشطات، فرا عندهم في هذوك لي شوت واحد التواب اللي اش غنقول لكم، تواب اللي هما زوينين وتعشقوهم الصراحه لكم نتوما اللي كبارين. الفيديو هذا كيف ما قلت لكم غادي نشارك معكم هذه الجوله، وغادي ندققوا ان شاء الله تعالى الاشكال ديال التويبات اللي كاينين واللوينات، كل حاجه منها شويه. ومن طبيعه الحال في اخر الفيديو غادي نخلي لكم العنوان او الموقع فين كاين هذا الديبو او هذا المعمل اللي هو تبارك الله ما شاء الله كثيره فيه ما شاء الله السلعه وكثير فيه الاختيارات. وعلى بركه الله نبداو الجوله ديالنا ونتعرفوا على الاتوبه اللي كاينين في المحل. وبسم الله، اول حاجه غادي تشوفوها معايا هنا هما التواب ديال الفوطه. الفوطه واحد التواب اللي فيها غزالين بزاف وواحد اللوينات اللي هي اللوينات ديال الحياه، لوينات زوينين. وهنا غتشوفوا معايا التواب ديال الليكرا، جميع الالوان تقريبا تلقاوها تما بالديغراديات ديالهم. وهادو التويبات ديال اللولا حتى همايا اللي تويبات اللي زوينين وفيهم حتى هما الوينات متنوعه. واللي عجبني بزاف هاد التوب ديال اللولا هو ما كاينش فيه غير السامبل، فرا كاينين حتى تويبات اللي فيهم زويويقات زوينين بزاف. خليكم معايا نشوفوا التفاصيل.
فبالنسبه للاتوبه كيف ما لاحظتوا معايا وكيف ما كتشوفوا فهي تبارك الله ما شاء الله كثيره، لا من ناحيه الكم ولا من ناحيه النوع ولا من ناحيه الالوان. وهنا كل واحد غادي يجي وغيختار شنو بغا. هنا وكما كتشوفوا معايا فالديبو سميتو إلماتكس، ومعروف بزاف مشهور بزاف. بالنسبه للتموقع ديالو فهو راه كيتواجد في الحي الصناعي سيدي غانم بالضبط، قريب من الكوميساريه. هنا غادي نزومي لكم على الكوميساريه، هنا المركز ديال الشرطه، ونفاس معاه البنك الشعبي. وهذا كيف ما كتشوفوا هنايا الشارع الكبير، الطريق الوطنيه، يعني بالنسبه للناس اللي غادي يجيو من جهه ديال الدوديات، من جهه ديال باب دكاله، فالطاكسيات موجودين، الركوب موجود. النمره 15 حتى هي الطوبيس كيوقف قدام الشركه هذه، كيف ما هو الطوبيس ديال 44 حتى هو كيدوز من هذا الشارع الكبير. يعني بالنسبه حتى اللي ما توفرش عنده شي وسيله ديال النقل باش يجي لهنايا، فراه موجودين وسائل ديال التنقل، وبالاكثر كاينين الطاكسيات موجودين وكاين الطوبيس. فهذا هو النعت ديال الديبو هذا كيف ما قلت لكم، اللي كيتواجد في الحي الصناعي سيدي غانم، قريب من المركز ديال الشرطه وحدا البنك الشعبي، ومن الجهه الاخرى حداه سونتر دابيل، وبالضبط في هذا الاتجاه فين كاين الرون بوين الكبيره اللي اونفاس مع العياش. وإلا وصلتي حتى هنا في الفيديو كنتمنى صراحه انه الفيديو تكون كله افاده، نكون عطيتكم معلومه جديده. كما كنتمنى انكم تخليوا لايك واشتراك هكذا باش يوصلكم ديما كل جديد. في امان الله.